السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ اللهلوبه. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض فراخ بطريقه ان شاء الله هتعجبكم حلوه جدا. فراخ بالفلفل الاحمر الرومي على الطريقه اليمنيه ان شاء الله، بجد يعني هتعجبكم قوي قوي قوي. بالنسبه للمقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده سهله جدا وبسيطه. اول حاجه هيكون معايا تقريبا يعني 2 كيلو وراك، او ممكن على فكرة تستخدمي فرخة كاملة وتقطعيها 8. وكمان هيبقى معايا 4 طماطميات متقطعين كده صغير خالص يعني مربعات او مكعبات. وكمان بصليتين كبار متقطعين برضو يعني مكعبات صغيرة. وهيبقى معايا كمان نص معلقة صغيرة توم مفروم او فصين توم، ومعلقة كبيرة بصل بودر. وهنا يبقى معايا تقريبا يعني 5 قرون فلفل رومي احمر، وده اهم تكايه بقى النهارده معانا في الفراخ. وكمان هيبقى معايا بقى بالنسبه للتوابل الملح والفلفل والكمون والبابريكا وكمان شويه من الكركم. وبالنسبه للكميات طبعا اختياري، انت بتزودي كميه عن كميه يعني زي ما انت عايزه، ممكن تكوني بتحبي نوع توابل تانية برضو تزوديه. دي يعني حاجه ايه ليكي فيها مطلق الحريه. بالنسبه للفلفل الرومي بتاعي زي ما انتم شايفين كده، انا بتخلص بقى من المنطقه اللي فيها كده البذور بتاعه الفلفل. ولو في برضو اي قطعه كده من الفلفل فاسده برضو ممكن هنستبعدها على جنب. وبالنسبه لنوع الفلفل اللي انا استخدمته النهارده، انا استخدمت الفلفل الاحمر الرومي العادي خالص اللي هو الرخيص يا جماعه ابو 5 جنيه. ما استخدمتش فلفل رومي اللي هو الملون. لكن لو عندك ممكن تستخدميه عادي خالص، هتستخدمي قرن فلفل كبير. وزي ما انتم شايفين كده حطيته في الطاسه وحطيت له كمان شويه كده بقى من الميه، وهحطه على النار يتسلق سلقه كامله. وهنا في الصينيه دي هنحط فيها شويه زيت صغيرين، ممكن على فكره تستبدلي الصينيه بحله عاديه خالص. بس اهم حاجه ما تكونش لاصقه يعني تكون تيفال علشان الفراخ بقى ما تلزقش فيها. وبالنسبه برضو للناس اللي ما بتحبش تاكل الفراخ بجلدها ممكن تنزعي الجلد في الوصفه دي هتنفع. لكن انا الحقيقه حبيت ان انا اعملها يعني بالجلد بتاعها. هشوح بقى الفراخ كويس قوي من الناحيتين، طبعا ما بتقلبيهاش كتير بقى علشان كل ما بتقلبيها كل ما بتنزل ميتها. احنا عايزينها بقى ايه يعني تاخد صدمه كده وتبقى جوسي وطريه ما تبقاش ناشفه معانا. اول بقى ما بحس ان الفراخ بتاعتي بقى كده ايه اتشوحت مع الزيت يعني وخدت لون خفيف، هبتدي انزل عليها البصله وهقلبهم مع بعض كويس قوي لغايه لما احس ان البصله دبلت كويس قوي مع الفراخ. وبعد كده هروح نازله بقى بالطماطم المتقطعه كده مكعبات وبرده هنقلبهم مع بعض كويس قوي. وفي الوقت ده طبعا كان الفلفل بتاعنا اتسلق كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. انا عشان حطيت له شويه ميه قليله هو اتسلق كويس جدا. وفي نفس الوقت ما بقاش فيه ميه، فاحنا هنحطه بقى في الكبه، وممكن على فكره تحطيه في الخلاط وتحطي معاه تقريبا يعني فنجان ميه صغير خالص علشان بس الخلاط يدور. وبعد كده هنبتدي بقى ان احنا نطحنه كويس قوي لغايه لما يبقى كده بيوريه عامل زي صلصه الطماطم بالظبط. ويلا بقى الطحن كده جامد جدا 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 زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، هنخليه زي صلصه الطماطم. وده كده شكل الفلفل بعد ما طحناه كويس جدا، هنزل بيه برضو كده على الفراخ وهقلبه كويس قوي مع الفراخ بتاعتي الجميله دي. عايزه اقول لكم ريحه الفلفل يا جماعه بصوا واو جميله. الناس برضو اللي بتحب الحاجه يعني تبقى سبايسي شويه او حراقه ممكن يحطوا قرنين فلفل حامي اللي هو الاحمر. بصوا عايزه اقول لكم هتبقى خطيره خطيره.
بعد ما اشخلله بقى كويس قوي مع بعض هبتدي ان انا احط التوابل بتاعتي، هنقولها مع بعض تاني، اللي هي الملح والفلفل والكمون والبابريكا وكمان الكركم، وهنقلب بقى كل الحاجات دي كويس جدا مع بعض. اهم حاجه ان النار بتاعك يعني يبقى متوسطه، متبقاش عاليه قوي وكمان متبقاش هاديه، علشان الفراخ تستوي كويس قوي من جوه ومن بره. اخر حاجه بقى هضيفها كده على الفراخ نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، يعني تقريبا فصين او 3 كده. عايزه اقولك برضو بيفرق جدا جدا في الطعم وبيخلي الريحه بتاعه الفراخ بصوا روعه. وبعد ما بقلب بقى الفراخ كويس جدا في التتبيله بتاعتي الجميله دي، على عين البوتاجاز التانية هكون حاطه شويه ميه، لازم يكون ميه بتغلي كويس جدا علشان ننزلها بقى على الفراخ وتستوي معانا بسرعه. وبالنسبه لكميه الميه برضو اللي انا هحطها، مش هحط ميه كتير، يعني تقريبا يا جماعه كوبايتين ميه مغليه. وهتظبطي بقى الملح بتاع الفراخ بتاعتك دي، وهتقفلي عليها بقى بغطا حله او مثلا صينيه تانية تحطيها برضو عليها لغايه لما تستوي كويس جدا، والنار زي ما قلتلك هاديه. وتلاحظيها يعني تقفي جنبها كده ايه من وقت للتاني تديها تقليبه علشان هي بتستوي بسرعه جدا. وبعد ما الفراخ بتاعتي بقى جهزت، علشان الصينيه بقى منظرها بصوا، عايزه اقول لكم بجد يعني ما بقاش بيصير حد ولا حبيب، طبعا الاحرف كلها بقت صلصه. فانا حطيتها في الصينيه دي وحطيتها في نفس الوقت تحت الشوايه، يعني هما دقيقتين بالظبط زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله بقى، عايزه اقول لكم جامده جامده جامده، مع شويه رز ابيض او مع عيش كده، وتاكلي بقى مع الصوص ده. هتحبي الصوص احلى من الفراخ، والله العظيم الصوص بتاعها احلى من طعم الفراخ 100 مره. جميله 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 بجد، يعني مش عايزه اقول لكم. انا لازم ان انتوا كلكم تجربوها وترجعوا برضو تقولوا لي على رايكم في التعليقات. شايفين كده طريه ازاي؟ وما شاء الله جميله جدا. بالهنا والشفا ليكم كلكم يا حبايب قلبي، والهنا والشفا للي هيجرب الطريقه. هستنى بقى تعليقاتكم الكتير قوي قوي اللي وحشتني قوي على الفيديو، وكمان لايكاتكم اللي برضو وحشتني اكتر. وبس كده، بالهنا والشفا ليكم كلكم، واشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد. هسيبكم بقى في رعايه الله وامنه، باي باي.